السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة الدرس الأول يونت 1 lesson 1 يونت 1 للأسئلة. الجزء ده أو الفيديو ده خاص بالأسئلة. الفيديو السابق ليه على طول كان خاص بالشرح. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. اختر طبعا الإجابة الصحيحة. Number 1 نقط are dangerous and huge animals. خطيرة وكمان huge يعني ضخمة، حيوانات ضخمة. هي ايه؟ turtles, crocodiles, cats, ants. طبعا هي الكروكودايلز يعني التماسيح. birds number 2 birds are نقط that can fly. birds are نقط that can fly. الطيور بتكون ايه اللي تستطيع الطيران؟ طبعا plants, seeds, weeds. طبعا creature مخلوقات تستطيع الطيران. number 3 small fish in the river eat water. السمك الصغير اللي في النهر بيأكل ايه؟ water ايه؟ water weeds يعني الأعشاب المائية. number 4 I like wearing نقط clothes. I like different colors. I like wearing أنا بحب أرتدي الإيه؟ colorful clothes. colorful clothes يعني الملابس الملونة. number 5 different animals should find their food to نقط. الحيوانات المختلفة يجب إنها تبحث عن الطعام عشان إيه؟ عشان طبعا survive يعني تظل على قيد الحياة. الجزء ده طبعا خاص بالجنرال exercises on lesson 1. طبعا أول exercise عندي listen and circle. استمع وضع circle يعني دائرة. طبعا هي قطعة موجودة أو بتتكلم عن نهر النيل. هتسمعوا مني وبعدين هنحل الأسئلة مع بعض. The Nile River is the longest river in the world. Different kinds of fish live in the Nile River. Different fish eat water weeds. We need to keep the Nile River clean and safe. تمام، هنحل بقى على أساسها. Number 1 The Nile River is the طبعا longest river in the world. أطول نهر في العالم. Number 2 different kinds of نقط live in the Nile River. بتعيش في نهر النيل. يبقى هي ايه؟ هي الفيش الأسماك. Number 3 different fish eat water weeds. بيأكلوا الأعشاب المائية. Number 4 we need to keep the Nile River clean and safe. طبعا محتاجين نجعل نهر النيل أو نحافظ على نهر النيل نظيف وآمن. السؤال نمبر 2 طبعا choose اختر. choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 it's important to نقط the Nile River. من المهم ان احنا نعمل ايه للنايل ريفر؟ pollute ولا protect ولا cover ولا drink؟ طبعا protect يعني نحمي نهر النيل. طيب number 2 نقط in the Nile River are called water weeds. الحاجات او ايه اللي موجود في نهر النيل اللي بنقول عليه الووتر ويدز؟ الاعشاب الايه المائيه. هي الايه؟ الانيمالز ولا الانسكتس ولا البلانتس ولا الفيش؟ طبعا هي البلانتس النباتات الموجوده في نهر النيل. نمبر 3 birds eat small fish نقط and even plants near the river. الطيور بتأكل small fish اللي هي السمك الصغير وكمان الانسكتس يعني الحشرات and even plants near the river وكمان البلانتس يعني النباتات اللي بجوار النهر. number 4 humans need water food and air too. البشر يحتاجون الماء والطعام والهواء to ايه؟ to survive يعني يظلوا على قيد الحياة. طبعا نمبر 3 بتبقى عبارة عن تكست يعني نص ناقص منه بعض الكلمات اللي موجودة في البوكس اللي فوق. والمهم أو أهم حاجة نلاقي الكلمة المناسبة ونحطها في المكان المناسب. هنقرأ مع بعض. crocodiles are very strong animals يعني التماسيح هي حيوانات strong يعني قوية. they are the نقط of the Nile. they are what؟ هم بيكونوا ايه؟ kings of the Nile يعني ملوك النيل. kings of the Nile.
تمام. طيب It's amazing how all animals in the river find food too. إنه من المدهش جدا إن الحيوانات أو كل الحيوانات في النهر find food بتجد الطعام to إيه each animal to eat to survive عشان تنجو to survive. طيب each animal plays an نقط role. كل حيوان له دور هام يبقى إيه important role important role يعني دور مهم. تمام. text number B. طيب there are many rivers around the world. يوجد الكثير من الأنهار حول العالم. The نقط is one of the longest river in the world. the Nile. Nile يعني نهر نهر النيل. Nile is one of the longest river. هو واحد من أطول الأنهار في العالم. It's home to different نقط of animals. It's home to different kinds. هو موطن للعديد من kinds يعني الأنواع of animals من الحيوانات. Not are strong and dangerous. قوية وخطيرة. They hunt large animals in or near the water. وكمان بيصطادوا الحيوانات الضخمة أو الكبيرة في أو بالقرب من الماء. هم طبعا هم الكروكودايلز يعني التماسيح. تمام. نمبر 4 طبعا عندي تكست موجود عليه بعض الكويشنز اللي هي الأسئلة تحتي يعني القطعة وحل الأسئلة اللي عليها. هنقرأ مع بعض القطعة. أحمد and his family went on a trip to أسوان. أحمد وعائلته ذهبوا إلى رحلة إلى أسوان. They went by train. هم خدوا خدوا الترين اللي هو القطار. on their way في الطريق بتاعهم اللي حصل they enjoyed the Nile River. كانوا بيستمتعوا بنهر النيل. It's one of the longest river in the world. إنه واحد من أطول الأنهار اللي موجودة في العالم. They saw different kinds of colorful fish. وشافوا الكثير من أنواع الفيش اللي هي الأسماك الملون. Small fish eat plants. Small fish يعني الأسماك الصغيرة بتأكل plants يعني النباتات in the water اللي موجودة في الماء. These plants are called water weeds. وهذه النباتات بتدعى الأعشاب المائية. They also saw different kinds of birds. وكمان شافوا العديد من أنواع البيردز اللي هي الطيور. Birds eat small fish, insects and even plants near the river. الطيور بقى بتأكل بتأكل كذا حاجة. هما small fish السمك الصغير, insects اللي هي الحشرات, وكمان plants near the river النباتات الموجودة بجوار النهر. in أسوان في أسوان they saw crocodiles. شافوا الكروكودايلز يعني التماسيح. تمام. crocodiles are the kings of the Nile. الكروكودايلز دول اللي هم التماسيح هم ملوك نهر النيل. أحمد's father أبو أحمد أو والد أحمد said that قال they should keep the Nile river clean. يجب إن هم يحافظوا على نهر النيل يكون نظيف. طيب عندي نوعين من الأسئلة. أول نوع choose اختر, والتاني طبعا أسئلة وهنجاوبهم. طيب أحمد and his family went to ذهبوا فين؟ الأقصر, كايرو, سويس, أسوان. طبعا أسوان. طيب number 2 the underlined word small is the opposite of. كلمة small عكس كلمة طبعا deep, short, large, old. طبعا large يعني كبير. تمام. number 3 summarize the text in one sentence. لخص. summarize يا سنة 5 يعني لخص الفقرة. من خلال عنوان الفقرة كده أو من خلال الفقرة ككل هنلخصها. هنقول في جملة واحدة. هنقول طبعا ممكن نختصرها بأول جملة. أحمد and his family went to trip to أسوان. كده لخصناها.
أحمد وعائلته ذهبوا إلى رحلة إلى أسوان. دي هنكتبها هنا عند نمبر 3. طيب what do birds near the river eat؟ طيب الطيور اللي بجوار النهر بيأكلوا ايه؟ طبعا هنجيبها من القطعة. birds eat small fish, insects and even plants near the river. لحد هنا دي رقم 4. تمام. طيب what did أحمد's father say؟ والد أحمد قال إيه؟ قال said that they should keep the Nile River clean. دي number 5. طبعا number 5 put the words in the correct order to make a sentence. هنرتب طبعا الكلمات دي عشان نكون جمل. what kinds يعني ما نوع. what kinds of animals يعني ما نوع الحيوانات live in the river. live number طبعا ايه number 4. live in the Nile River يعني نهر النيل، يعني ما نوع الحيوانات التي تعيش في نهر النيل. طيب number 2 there are يعني يوجد. there are many العديد. there are many rivers العديد من الأنهار around the world حول العالم. يبقى there are many rivers يوجد العديد من الأنهار around the world حول العالم. طيب السؤال السادس والأخير punctuate the following ضع علامات الترقيم. The Nile River is important. نهر النيل، وطالما هو اسم نهر يبقى لازم ال N capital. Nile River is important. طبعا احنا هنبص الأول جملة تي هنا كابيتال خلاص مش هنكلمها. طيب عندي نايل ريفر أسماء الأنهار لازم تكون كابيتال، الحرف الأولاني من كل كلمة فيهم. طيب عندي نايل الإن سمول لا هنحولها الكابيتال. طيب وده جملة بيقول لي نهر النيل مهم، يبقى نحط إيه؟ نحط علامة استفهام ولا فول ستوب يعني نقطة؟ طبعا فول ستوب يعني نقطة. طيب نمبر 2 كروكودايلز سي كابيتال لأنها بادئة بأول الجملة. Crocodiles are the kings of the Nile River. التماسيح هم ملوك نهر النيل، يبقى برضو نقطة في آخر الجملة عشان دي جملة. لو وصلت لحد هنا اشتراك ولايك وشير وشيروا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.